واحد من اخوان امي هذيك الايام التحق بوظيفة مرموقة، وصار لما شفناه قرابة سنة. هو طبعا انا كنت اقول لكم انه قلت لكم قبل ان دائما احنا عند خوالي دائما نروح لهم، فكنا كل ما رحنا لهم نشوفه الين توظف. ظلينا سنة ما شفناه لان وظيفته في مكان ثاني، وظيفته كانت في المنطقة الشرقية. المهم هو جاي يسلم على امي بعد غياب تقريبا سنة، فجاء يسلم على امي ويسلم علينا وكذا، وجانا فجأة. ما انسى ابدا هذاك اليوم، كان ويكند وانا وزينب اختي بالويكند نحاول نهتم بشعرنا. المهم شعري مزيت، وما احنا متوقعين انه في احد بيجينا، لا اتصل ولا شيء، جاء كذا فجأة. فاللي حصل سلمكم الله استحينا نطلع عليه، والله يا عالم إنه خجلنا مرة، نبغاه يشوفنا بأحسن صورة، خصوصا إن له سنة ما شافنا ولا شفنا. المهم لما جاء أبوي وأمي كانوا في قمة فرحتهم، حتى إحنا والله فرحنا. أبوي جن عليه مرة يحبه وأمي كمان. خالي هذا كان من النوع الهادي جدا ومؤدب جدا وخلوق جدا ووسيم جدا، يعني كل شيء فيه، وذكي جدا دايم ياخذ الاول. عشان كذا توظف في وظيفة مرموقة، لانه فعلا درجاته عالية وهو مجتهد وشاطر، من اشطر خوالي. وين جلسوا اهلي؟ جلسوا في الصالة هذه سلمكم الله، صالة تعرفون الصالة بتفصيل البيوت قبل، غرفتي أنا وزينب لما نفتح الباب الصالة بوجهنا تطل على الصالة. المهم أبوي تسلط علينا هذيك الليلة، إحنا مستحيل نخرج نسلم عليه، والله العظيم يا جماعة شعورنا مليانة زيت وحالتنا حالة وأشكالنا ضيم وظلايم، وإحنا مستحيل بنموت من الخجل، نبغى خالي يشوفنا واحنا على الاقل مرتبات، ما هو بهذيك الشيفة وهذاك الشكل اللي احنا ذيك الايام نشوف النيحة وم الكبد. انا لو اني بعقلي الحين والله نطلع عادي، بس ذيك الايام يعني انا عمري ذيك الايام 17 سنة وزينب عمرها 18، فيعني كنا مرة مستحيين انه كيف نطلع بهذا الشكل. ايش البيت نظيف ومرتب، هو انا اصلا انا وزينب يوم علي البيت وهي المطبخ، واليوم الثاني انا امسك المطبخ وهي تمسك البيت يجنن ومرتب وعالي العال وتمام التمام، دائما البيت نظيف اصلا. بس اللي جنن ابوي هذيك الليله انه يبغانا احنا نسوي القهوه. بعد ما سلم هو وامي على خالي وجلسوا، راحت امي تسوي القهوه، فابوي قام قال لها سبحان الله، قدرنا ذاك اليوم، قدرنا انه يصير لنا هذيك المشكله. قام ابوي قال لها اجلسي خلي يسمع اخوس، خلي البنات اللي يسوون القهوه. امي عارفه تعرف شخصياتنا وكذا، قالت لا خلهم يعني ما هم مستعدين. كلنا احنا ننتظر يؤذن للعشاء لانه هو جاي بعد المغرب، ويروح هو ابوي المسجد، اقوم انا وزينب على طول ناخذ حمام سريع كذا ونرتب انفسنا شوي، يعني بس قاعدين ننتظر اذان العشاء. بس انه ابوي تسلط علينا، قال لامي والله ما تسوين القهوه، والله ما يسويها الا بناتك، واحده منهم تسويها. ايش قومهم ما يطلعون مقفلين عليهم الغرف، وهي غرفه يقول للتهويل والترهيب، مقفلين عليهم الغرف وحن محشورين في غرفه انا وياها، ونسمع احنا ونتراجف قلق على خوف. بعدين قام ابوي يقول يا هند يا زينب، حتى ما ينادينا كذا بس معنا بعيرنا يعيرنا، اطلع انت وياها اطلع. المهم قام بعد والله انه شيء مضحك مبكي
أقسم بالله شيء مضحك مبكي ومخجل في نفس الوقت. المهم عاد هو انفعل واخذ الخيزران. احنا بنطلع قمنا عاد يوم شفناه كذا يصرخ قمنا حاولنا نلبس اي شيء، بيجامة اي شيء عشان نطلع، خلاص عرفنا ان ابوي زعل. المهم ما امدانا الا هو بالخيزرانة يدق باب الغرفة. قمنا فتحنا الباب على طول، فتحنا وهاتك جلد، هاتك جلد وكشطب ذي الخيزرانة. المهم بعدين قال سلموا على خالكم روحوا سووا القهوة. قمنا احنا قلنا طيب، وسلمنا على خالي واحنا منكسرات مضروبات، اشكالنا غلط، يعني لا شكل زين ولا كرامة ولا شيء. رحنا بقمة اهانتنا ورحنا واشكالنا مبهذلة ومنكسرين وشيء، يعني اقسم بالله حالتنا تصعب حتى على قاسي القلب. المهم سلمنا على خالي وكذا وشوي بس تونا ما بدنا نسلم عليه الا اذن المؤذن للعشاء. قام خالي، ابوي راح يصلي وقال خالي يلا عن اذنك، قال خالي بلحقك الحين. بعد ما طلع ابوي ايش صار؟ طبعا يوم راح ابوي انا وزينب كنا مره زعلانين من خالي، لان يوم ابوي يجلدنا قسما بالله ما حرك ساكن. يعني حتى ابوي كان ابوي نفسه كان منتظر منا انه يقول له خلاص اتركهم ومدري ويحلف عليه انه ما يضربنا، بس هو ما قال شيء. فابوي قام جلدنا اكثر، لان تعرفون انتم اكيد انكم تفهموني فاهمين علي. احيانا الاب عندنا يضرب عياله وفي ضيف ينتظر من الضيف انه يقول تراهم في وجهي والله ما تلمسهم خلاص عشان يتوقف. ابوي حتى ابوي نفسه كان متوقع ان خالي يمنعه من انه يضربنا، بس هو ما سوى ولا شيء، كان ساكت كذا حط رجل على رجل ويناظر ابوي وهو يضربنا ومبسوط كأنه مبسوط. فقمنا نعاتبه خصوصا انا. قمت انا قلت له ليش ما منعتنا من ابوي وهو يضربنا؟ ليش ساكت؟ ليش ما قلت انهم في وجهي؟ ليه ما حلفت انه مع يبطل ضرب لنا؟ ليش شفته يجلدنا وساكت ما قلت شيء؟ ليه؟ يعني ايش هذه القساوة؟ لك سنة ما شفنا بعض. احنا لما كنا نروح الخوالي كنا دائما نروح لهم وهو موجود، فيعني علاقتنا فيه مرة كويسة، يعني مرة علاقتنا فيه جيدة، فمستغربين ومستنكرين عليه. فايش قال لي هو؟ بدل ما يبرر، والله يا جماعة اقسم بالله انه قام قال لي انقلعي مني هناك. انقلعي. قلت ايش؟ قال انت بتروحين ولا اوريك شغلك؟ والله يا جماعة زي ما اقول لكم. قلت له انا ايش اللي توريني شغلي في بيتنا وتنفخ علي؟ ليه وش سويت عشان بس؟ قلت ليش ما تدافع عنها؟ قال لي انا وزينب تستاهلين انت وياها، اقسم بالله لو عندي بنات وسووا مثلكم والله العظيم اني لاضربكم اكثر من ضربه. انا وزينب انصدمنا صعقنا. يعني هذا خالي اللي كنا نحبه، هو على فكرة اكبر من زينب اختي بس بسنتين، كنا دايم نلعب مع بعض، كنا دايم مع بعض، علاقتنا كأن احنا اخوان. وهو هادي ما عمره في حياته قد مد ايده على احد، ولا عمره في حياته قد تهجم على احد. احنا اصلا ما طلعنا الا لانه مستحين منك، ما نبغاك تشوفنا بهذاك الشكل، احتراما لك وخجلا منك. يعني صراحة يوم لا نحسد عليه، ضرب، إهانة، طلعنا وإحنا منكسرات وأشكالنا ضيمن وظلايم، وفوق هذا يقول لو عندي بنات مثلكم ضربتهم أكثر من ضرب أبوكم. فكلمة مني وكلمة منه وكلمة مني، أنا وزينب قمنا عليه سوا، بس أنا يعني أنا طولت أكثر من زينب لأني مصدومة فيه، مصدومة. المهم قال لي انقلعي مني هناك، انقلعي مني هناك ولا والله العظيم تشوفين شيء ما يسرك. قمت أنا قلت ليش ايش بتسوي في بيتنا وبعد تهددني؟ قال أهددك وأكسر راسك. قلت له أتحداك
والله يا جماعة ما أمداني أقول أتحداك إلا وإيش أشوف قدامي الدنيا مظلمة وفي إذني صوت طنين. أعطاني كف ساحق ماحق على إذني، إلا كذا صوت في إذني، صوت طنين، والدنيا كذا ظلمت ودخت ثواني. بعدين بعد ما استعدت الوعي جنيت، رجعت عليه أضاربه، أدافع عن نفسي، انقلبت إلى شرسة. قمت كذا أمسك أدفه وهو هاتك ضرب هاتك ضرب، وأنا أقول أطلع من بيتنا. ما عاد أدري إيش أقول، يعني بس أصرخ، أقول كلام كذا، أطلع من بيتنا، مالك شغل، أطلع من بيت. ويمسكني بشعري ويجرني السيب كامل كله مع رفس. والله إنه ضربني ضرب شباب، والله ما ضربني ضرب رجل لامرأة، إنه ضربني ضرب رجل لرجل. وبعدين هو متعافي طويل، أطول من ولدي معاذ، طول بعرض. ضربني ضرب مبرح، ما أدري كيف وصلنا عند المغسلة، أنا ما أدري كيف، بس أنا أتذكر إني كنت أنا، لأن يوم كان يجرني أنا كذا بالأرض صح، فكنت أضربه في ركبه وأفخاذه، لأني كنت حتى ماني قادرة أقوم، وهو يرفسني برجله ويضربني لين في الأخير جاء عند المغسلة. والله يا جماعة إنه ضرب راسي في المغسلة، ضربه 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 فوق 20 مرة بدون توقف، كأنه مجنون. يعني إذا شفتوه تقولون هذا راكبه جني، هذا مجنون، هذا شيء. تخيلوا أن حتى أمي من صدمتها ما دفعت عني، ما دفعت عني بجسدها، بس من بعيد الله يجعلني فداك يا فهد، أنا فداك، أنت تتركها خلاص، خلها إنها خبلة. يعني حتى قامت تسبني عشان يفوقني، خلاص اتركها فهد، العن الشيطان، أنا فداك. وهو يضربني شوي كذا إلا الدم في كل مكان في السيب، في كل مكان. أنا ماني عارفة من وين جاء الدم، الدم أثاريه من أنفي، بس والله العظيم إن كأنه دم ذبيحة. الأرض امتلت كذا، كل مكان، ملابسي، الأرض، شيء ما تتخيلونه. كل جسمي من راسي لرجولي كل جسمي دم، وكل جسمي يوجعني. وشيء أنا قلت شكلي بموت، شكله بيصير فيني عاهة مستديمة، قاعدة كذا أفكر بيني وبين نفسي. المهم أفكر أقول يعني بالمدرسة إيش أسوي، والله هو يضربني، إيش أسوي، إيش أقول زميلاتي. عرفت إنه بيكون فيني آثار يعني، لأنه قام يضربني على راسي. المهم بعدين تخيلوا بكل بساطة راح المسجد، والله العظيم يا جماعة راح وصلى ورجع. اسمعوا الصدمة الكبيرة اللي ما تتخيلونه. أنا عارفة أنكم تنصدمون أغلبكم، وفي ناس لا والله ما راح ينصدمون. المفروض إني أقول لأبوي صح، لكن ما قلت لأبوي. كنت أظن إني إذا قلت لأبوي إنه بيقول تستاهلين ما جاس، مع إنه بعدين لما كبرت والله لو قلت لأبوي أقسم بالله إني أطرده من البيت، لأنه سوى فيني شيء ما أحد يسويه. يعني فعلا ضرب، كنت شوي قريبة من الموت، والله العظيم يا جماعة حتى نفسي انقطع. والله إني كنت أقول بيني وبين نفسي خلاص شكلي بموت، فعلا هو لو ما فكني بموت. فإيه كلنا خبينا على أبوي. رجعوا من المسجد وهو رجع وتعشى عندنا، وأمي تسولف مع عادي، وأبوي يسولف مع عادي، أبوي ما يدري إنه. وبغرفتي أبكي 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 بلا توقف، حزن على ألم على كمد على ضيم على انكسار على عدم شعور بالأمان. شعور بالأمان عندي صفر. وزينب أختي تبكي
تبكي على نفسها لأنها انكسرت وانهانت وتبكي علي. شيء يعني ما أقدر أوصفه لكم. بعدين لما كبرت شوي قلت لي لو إني قلت لأبوي يعني صح إن أبوي قاسي علي. شوفوا في مثل حجازي أنا أؤمن فيه تماما، أدعي على ولدي وأكره اللي يقول آمين. تخيل أنت أيها الأب أو أنت أيتها الأم زعلتي على عيالك ودعيتي عليهم، قلتي مثلا الله ياخذكم يا ذا العيال اللي ما تريحوني، وأختك أو أنت الرجال أختك أو أخوك يقول آمين. ها يلا أنت تقولي لعيالك الله ياخذكم يا هالعيال، وتجي أختك تقول آمين الله ياخذهم. أقسم بالله أنت تكرهينها وتحقدين عليها وهي أختك فعلا. يعني الواحد حتى لو إن أبوي قاسي ويضربنا بس ما يرضى إن أحد يضربنا بدون وجه حق. فهذه قصتي باختصار. أنا ظليت سنوات أقول ليش خالي سوى فيني كذا، يعني أنا ما سويت شيء، هو بس كان ينتظر مني كلمة عشان يضربني. قام ضربني ضرب مجنون. والله يا جبهتي يا عالم إنها صارت كذا، وإن جسمي كله كدمات ومرضت، تعبت جسمي، قعدت مدري كم أسبوع جسمي مريض تعبان. والبنات في المدرسة إيش هذا؟ إيش ذا اللي في جبهتك؟ يعني صدق تشوه شكلي. قمت أقول لهم إني طحت من على الدرج. اللي صدقت واللي ما صدقت بكيفها. والله يا هذيك الأيام إني كنت، الحين أنا فيني جرأة، كنت خجولة مرة لما أروح المدرسة عشان اللي في جبهتي أقسم بالله إن كأني أجر على وجهي. والسالفة هذه كسرتني، كسرت قلبي، وقعدت سنوات أتساءل ليش خالي سوى كذا، ليه؟ واللي يقهر أكثر إن إحنا أصلا ما طلعنا لأن إحنا مستحين منه. شوفوا بعدين أنا لما صرت كذا بمنتصف العشرينات وأفكر بهذه السالفة، أنا سامحت خالي، بعدين رجعت علاقتنا كويسة. كنت أقول ليش يعني ليش أنا بالذات؟ هو لا قد ضرب رجال ولا مرة. أقول لكم أقسم بالله إن مضرب المثل في الرزانة والركادة والهدوء. يعني ما ضرب إلا أنا، قلبي محروق. ليش أنا؟ ليه؟ وعلى شيء تافه، أنا ما سويت شيء، ظلمني وحرق قلبي واعتدى علي بغير وجه حق. أقول لكم بعدين لما صرت بمنتصف العشرينات كأني عرفت السبب. ما أعرف، أعتقد جازمة أنه هذا السبب، أنه هو شاف أبوي كيف إنه ضربنا ضرب مبرح بالخيزرانة على سبب تافه، اللي هو ليش ما تطلعون تسلمون على خالكم وتسوون القهوة، ليه تخلون أمكم تسوي القهوة. فهو لما شاف القسوة هذه من أبوي وشافنا ننضرب وشاف الإهانة، هو يعرف دائما إن وضعنا كذا، إن إحنا تعامل أهلي معنا سيء، بس ما قد شاف بعينه. هو يعني يسمعنا لما نشتكي، بس بعينه كيف أبوي يضربنا ما قد شاف. فلما شاف الوضع وشاف قد ايه إحنا مهانات ومدعوس علينا، هو حس إن إحنا مستباحات، إن إحنا أنا وزينب حقات ضرب وإهانة ومسح كرامة. فقام يا عمي امسح كرامتهم الممسوحة أصلا، ادعس على المدعوسات أكثر، أهن المهانات أكثر. أعتقد يعني هو فعلا ترى أهلكم إذا دلعوكم وعاملوكم معاملة كويسة وعزوكم وصانوا كرامتكم، عاملوكم برحمة وبإنسانية وبإنصاف، حتى الآخر الغريب يقول بكم ها يد هنا لا تنكتل. لكن إذا المحيط حتى لو كانوا غرباء عنكم
لاحظوا قسوة الأهل عليكم، يمارسون عليكم ألعن وأسوأ من اللي يشوفونه قدام عيونهم من تعامل الأهل معكم. والله شوفوا خالي هذا أنا والله سامحته، يعني هو هذاك اليوم كان مسعور مجنون، وبعدين ظليت فترة ما أكلمه، سنوات امتدت لسنوات. بعدين أنا لما انتقلت للرياض هم نفس الشيء انتقلوا للرياض، جاني كذا مرة وكان مرة محترم معي، يحب عيالي، يعاملني معاملة كويسة. ما عاد فتحنا سيرة هذاك الموضوع أبدا 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 أبدا، ما فتحها معي ولا اعتذر ولا أنا فتحت مع الموضوع ولا كأن شيء صار، ومشت الحياة. وأنا مسامحته لأن أعتقد أن البشر لما يشوفون، أغلبهم ترى البشر زي الوحوش، عشان كذا فرضت القوانين. شوفوا القوانين فرضت لتأديب البشر، لولا القوانين كان اعتدى أحدهم على الآخر بسرقة ماله أو باغتصابه أو بالاعتداء عليه بالضرب أو الإهانة. إذا البشر ما كان في وراهم عقاب وحساب دنيوي، حقيقي يتحولون إلى وحوش كاسرة، القوي فيهم يأكل الضعيف. فأنا يعني تفسيري الأيامنا المريرة قبل زواجي وبعد زواجي عاد حكاية ثانية، إنه عشان أهلنا كان فيهم شدة، كمان الناس كانوا قاسين معنا، كل اللي حوالينا.